السكتش وير، او بمعنى صح تكملة سلسلة السكتش وير الجديدة اللي انا عاملها. وهي سلسلة جديدة بتتكلم اغلبيتها عن احتراف سلسلة السكتش وير. يعني انت اتعلمت في الاساسيات الكورس الساعتين، لو ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه، عن ازاي تعمل تطبيق واساسيات تعمل تطبيق وتحط خلفية وزراير وتربط الزراير والصفح ببعض والكلام ده كله. طبعا دي حاجة اساسية قبل ما تخش اصلا الفيديو بتاعي. لو ما اتفرجتش على الكورس لازم ترجع تتفرج عليه. تمام. دي حاجة اساسية. تاني حاجة بقى ان يعني انا بنزل حاليا تريكات كده، تمام، هو احتراف لسلسلة السكتش وير، اللي هو ايه، حاجات بسيطة لكنها بتفرق جدا في شكل تطبيقك ومحدش يتكلم عنها كتير. ومن ضمن الحاجات دي عشان مطولش عليك اكتر من كده، هي التول بار بتاعة التطبيقات. التول بار ديت اللي هي اي تطبيق مثلا بتفتحه زي التطبيق اللي انت شايفه قدامك ده كده، ده كيبورد مثلا. تمام. التول بار اللي هو الشريطة اللي فوق اللي مكتوب عليها كيب المزعجين، كيب دي باللون الاسود. لما بتيجي تعمل تطبيقات من سكتش وير بتبقى اغلبيتها باللون الازرق. طب انت ازاي تشيل اللون الازرق وتخليها اللون الاسود؟ تمام. طيب دي نقطة. تاني نقطة، بيبقى فيه الشريطة بتاع الاشعارات دي باينة. تمام. طيب ازاي برضو تشيل الشريطة بتاع الاشعارات دي تخلي التطبيق يعتبر بيفتح شاشة كاملة؟ بيبقى شكله احسن طبعا في حتت معينة. فاهم؟ طيب، وعشان مطولش عليك اكتر من كده، يلا بينا نخش على الشرح ونبدأ الفيديو. اول حاجه صلي على النبي كده وسمي الله معايا وركز. كل اللي عليك هتكون طبعا تفتح السكتش وير، ولو ما معكش سكتش وير طبعا هسيب لك لينك نسخه السكتش وير دي في الوصف، وهسيبها لك باذن الله في قناتي على التليجرام. طيب، كل اللي عليك كده لو انت عندك طبعا بقى بروجكت انت شغال عليه، يعني تطبيق او حاجه انت شغال عليها، بتخش وتطبق معانا نفس الشرح على التطبيق. لو ما معكش تطبيق، تمام، بتبدا ان انت تعمل تطبيق جديد وتطبق معايا الشرح عليه لحد ما تتعلم وتتمكن منها وتعملها على تطبيقك الاساسي، مفيش مشكله. طيب، كل اللي عليا كده اول حاجه انا هبدا بتغيير اللون. هعمل تطبيق واسميه اي اسم مش فارقه معايا. تمام، هسميه يا عم اهو، بص، تيست. تمام. ادفانسك، ودوس كده على علامه ادفانسد سيتنج. تمام. طيب، هتيجي هنا فين انا هقول لك فين دلوقتي. هتيجي هنا عند الكالر برايمري دارك والكالر برايمري. الكالر برايمري دارك مثلا انا عايز اخليه يا عم احمر مثلا، والبرايمري ده انا هخليه بينك. وابدا ادوس كرييت اب وابدا ان انا اخش عليه. بص يا معلم ايه اللي حصل. الاحمر اللي هو البرايمري دارك، تمام، هو شريط الاشعارات. والكولر برايمري بس هو التول بار. تمام. ده كده فكرة الفيديو. يعني بص الحوار سهل. طبعا انت فاكرني خلصت ولا ايه؟ لسه بدري، لسه بدري. هرجع اشرحها لك تاني، اعيدها تاني مرة اخرى علشان تشوف الدنيا. اجي هنا عند التطبيق اهوت. لو انت مثلا عندك بروجكت اهو، هتيجي تدوس عليه كده وتدوس على ادفانسد سيتنج. كولر برايمري دي مثلا يا عم انا هخليها زرقاء، وشريط الاشعارات عايز اخليه اخضر حلو، انا بحب الاخضر، الاخضر كويس. وابدا ادوس سيف. اجي اخش عليه كده، ده بقى بالازرق وده بقى بالاخضر. طيب دي اول حته معانا. طبعا هي حته سهله جدا لكن بتفرق طبعا معاك في شكل التطبيق بنسبه 90% حرفيا. تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، ازاي الغي شريط الاشعارات دي اصلا من التطبيق. طيب، اول حاجه بس انا عايز اعمل رن كده اوريك شكله من جوه بيبقى عامل ازاي. حرفيا بيكون شكل التطبيق بيتغير يا جدعان 180 درجه. يعني انت متخيل لما كم ازرق بيحكمك طبعا في الخلفيات وكده، ما ينفعش تحط خلفيه حمراء مع خلفيه زرقاء، بتحس ان في عك في التطبيق. لكن لما تخليها تختار اللون على مزاجك، هي حاجه سهله جدا، ممكن يكون حدش خد باله منها كتير بس هي بتفرق. طيب، خش على التطبيق كده، هو فين؟ هاته كده هناك. ماشي، ادوس عليه. شايف شكلها اصلا عامل ازاي؟ والله شكلها جامد. فاهم؟ طيب ارجع تاني للتطبيق كده. طيب، هنا بقى نقطة ازاي تلغي التول بار اصلا اذا انا عايز اشيل المين اكس ام ال. التول بار ديت امرها سهل جدا جدا. كل اللي عليك هتدوس على العلامة اللي تحت دي كده. العلامة اللي تحت دي كده، هات فين الادوات، عشان برضو في ناس بتقول لي علم. هتدوس هنا كده.
تمام، هنا كده اهو 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 تمام. وبعد كده هتدوس على الحتة دي، تمام، الحتة دي، وبالاخص عند علامة القلم دي، تمام. اقوم انا دايس عليها اهو، هتفتح معايا بالشكل ده. كل اللي عليا بص، لو شلت كده التول بار، التول بار ده هيتشال كله اهو. لو دوست الاستيتيو بار، علامة الاشعارات هتتشال اهو. انا ممكن اشيل الاتنين او اشيل واحدة بس. انا اشيل الاستيتيو بار. ولو حطيت الدرور دي العلامة الجانبية، تمام. ودي الزر العائم. انا هضيف الاتنين دول لان في ناس كتير ما اتكلمتش عنهم، وشروحاتنا بكره الفترة الجاية هتتكلم عنهم عادي، فاهم. بعديها ترجع، عايزك تدوس على رن هناك وتستنى بقى يعمل رن. مش هياخد في ايدك 5 دقايق حرفيا وهيكون خلص على طول. طيب عايز اقولك بس، انت لو لاحظت معايا دلوقتي، كل اللي هتلاقيه ان الاستاتيو بار ده اتشال، ما بيظهرش غير لما انت تعمل بايدك من فوق كده، وان العلامة الجانبية دي ظهرت. طب دي بقى تبدأ انت تضيف فيها خصائص اللي انت عايزها اصلا. والزر العايم ده اتضاف، تمام. ده لما بقى انت بتاكتفه كده وتحطه، تعمل له بوتون وبتاع وتظبطه، بيبدأ اصلا ان انت تحط فيه حاجات زر عام كده زي اللي موجود في الواتساب وفي تطبيقات كتير، او تعمل علامة الدردشة فيه، اللي يدوس عليها مثلا يروح على قناتك اليوتيوب او كالعادة. انا مش عايز اطول عليك في الشرح، ويا رب يكون الشرح عجبك. ولو الشرح عجبك، عايزك تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو لكل اصحابك عشان كله يستفيد. وما تنساش تخش تتفرج على فيديو الاساسيات عشان تتعلم ازاي تبقى تعمل تطبيقات وتتبرمج تطبيقات من الصفر وبدون احتياجك للغة برمجة. وكمان عايزك تخش تعمل لي كومنت يشجعني ان انا اكمل في السلسلة ديت علشان انزل لك باستمرار. ومش عايز اطول عليك اكتر من كده، ويلا، مع السلامة.